قال ابن حزم رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا، وعلى كل أحد الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه قال له: هكذا قال الله عز وجل ورسوله، فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا، وإن قال له هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا أو سكت أو انتهره أو قال له لا أدري، فلا يحل له أن يأخذ بقوله، ولكنه يسأل غيره. برهان ذلك قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمر، فمن قلد عالما أو جماعة علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله ولا أولي الأمر. وإذا لم يرد إلى من ذكرنا إلى الله والرسول فقد خالف أمر الله عز وجل، ولم يأمر الله عز وجل قط بطاعة بعض أولي الأمر دون بعض. فإن قيل فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. قلنا نعم، ولم يأمر الله عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه، ولا أن يطاع أهل الذكر في رأيهم، ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله عز وجل، وإنما أمر تعالى بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه في الذكر الوارد من عند الله تعالى فقط، لا عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة. وإنما أمر الله تعالى بقبول نظارة النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في دين لم يشرعه الله عز وجل. ومن ادعى وجوب تقليد العام للمفتي فقد ادعى الباطل، وقال قولا لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة، وما كان هكذا فهو باطل، لأنه قول بلا دليل، بل البرهان قد جاء بإبطاله. قال تعالى ذاما لقوم قالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ثم يقول ابن حزم: والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين الله عز وجل الذي أوجبه على عباده. وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن المسلم لا يكون مسلما إلا حتى يقر بأن الله تعالى إلهه لا إله غيره، وأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين إليه، رسول الله بهذا الدين إليه وإلى غيره. فإذ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن نازلة في دين فإنما يسأل عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة. فإذ لا شك في هذا ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتية. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعجز عنه من يدري ما الإسلام، وبالله تعالى التوفيق. ثم قال ابن حزم: وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين، هذا صاحب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صاحب رأي وقياس، فليسأل صاحب الحديث، ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا. برهان ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا هو الدين، لا دين سوى ذلك، والرأي والقياس ظن، والظن باطل. المحلى 1 على صفحة 66 وما بعدها. شبهات وحقائق. وكيف يقبلون الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كلفه الله تعالى ببيان الرسالة وقد بينها، وهم لم يؤمنوا بداية بأنه هو الإمام الأول والأخير لهذه الأمة؟ فإذا كان لهم 1000 إمام و1000 حجة و1000 أمير، وإذا كانوا يؤمنون بالخلاف رحمة والمذاهب عبادة والتصوف عقيدة والسلفية منهجا، فلا يستبعد منهم بعد ذلك أن يؤمنوا بأن الإسلام لا بد من فهمه وبيانه من جديد. فخرجت فتنة في ليل شديد السواد غابت فيه أقماره التي كانت وأسوده التي صالت وجالت، ورحلت فيه الجيوش التي حاربت المرتدين عن الإسلام. قالت هذه الفتنة إنه يجب أن نفهم الإسلام بفهم السلف الصالح. كلمة باطل أريد بها باطلا، ومعناها إذا جاءت آية في كتاب الله أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن ننظر في فهم السلف الصالح لها، ثم نعمل بفهمه للآية أو للحديث، ونقول هذا هو اتباع الهوى، وهذا هو الطريق الأوسع للتحلل من أوامر الله لمن باع دينه بثمن بخس. في البداية هذا كلام فارغ، إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة، إلا إذا أخرجت شياطينهم دليلا. أي دليل؟ كالذي تقول له لا تشرب الخمر فيقول لك كيف والله تعالى يقول في كتابه وأنتم سكار. فنحن نريد آية كاملة من كتاب ربنا، وليس من كتب ابن القيم أو ابن تيمية أو أي ابن، أو حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عن مخلوق غيره يقول افهموا الدين بفهم السلف. سيقولون لنا وهل تريدون منا أن نأتي بهذا نصا؟ وهل سيقول الله ذلك نصا؟ نقول ولم لا، وقد قال في أيسر منها يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ففهم الإسلام وفهم تعاليمه أكبر عند الله من التفسح قليلا في مجلس، مع إيماننا بالكتاب كله لا أكبر ولا أصغر، فكله من عند الله، سمعت له الأذن وأطاعت له الجوارح ما استطعنا. ثم يريدون منا فهم الدين بفهم السلف، ونسأل أي سلف تريدون؟ وإذا ذكر فريق أو مذهب أو طائفة سلفا هل توافق عليه باقي الطوائف؟ الحنفية لهم سلف، والمالكية لهم سلف، والحنابلة لهم سلف، والشافعية لهم سلف، والشيعة لهم سلف، والخوارج لهم سلف، والظاهرية لهم سلف، والقدرية لهم سلف، والصوفية لهم سلف، والسلفية لهم سلف، وهكذا آلاف الطوائف. والسؤال أي سلف من هؤلاء تريدون منا أن نفهم الإسلام بفهمه؟ فإن اختار واحد سلفا نسأله لماذا تركت الباقي؟ فإن قال لأن سلفنا من أقرب الناس إلى الحق قلنا له وهكذا قال غيرك في سلفه، بل إن كل هؤلاء الذين تركتهم رفضوا سلفك وأجمعوا على ذلك لو تدبرت وفهمت. الصوفية عبدة القبور وسدنة الشرك يعتبرون سلفهم أقرب الناس إلى الله. والشيعة أعداء الله وأعداء القرآن وأعداء الرسل والملائكة،
والصحابة يزعمون أن سلفهم هم الذين فيهم النبوة والكتاب. والحنفية أعداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذين جعلوا عقولهم أسبق من شريعة الله، كما هو واضح بالأدلة في هذا البحث، يدعون بأن سلفهم هم أصحاب المدرسة الفكرية الأولى في الإسلام. وكذلك باقي من ذكرنا ومن لم نذكر، كل واحد يعتقد أن سلفه أكرم وأفضل من سلف غيره. فإذا قرأنا آية من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا فهم الآية والحديث، أين السلف الذي نفهمه بفهمه؟ ويقبل ذلك الجميع إن كنتم صادقين. فإذا اخترت سلفا فقد حكمت في دين الله عقلك وهواك الذي اخترت بهما، لأنه لا يوجد معك وحي من الله بأن الذي اخترت قد أمر الله به. والمسألة كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالباحث عن الزنا ولكن في إطار الشرع لابد أن يكون شيعيا، حيث سيجد الزنا هناك عبادة يتقرب بها الأئمة إلى الله، ولا مانع من تسمية ذلك بنكاح المتعة. والباحث عن التحلل وعدم التقيد بأوامر الله ولكن بطريق شرعي، فلا بد أن يختار سلفه من الحنفية الذين عندهم في المسألة الواحدة عدة أقوال من سلف واحد. وإذا اتخذت ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن كثير أو ابن حجر سلفا لك واختلفوا في مسألة، وكل واحد يزعم دليلا يظن أنه معه بأي فهم ستفهم، إن اخترت واحدا منهم فلا شك أنك اخترت بهواك، فإن حكمت له بأن دليله أقوى فقد رجعت إلى ما رجحه عقلك. وكانت كلمة الباطل التي أريد بها الباطل أنك تريد أن تفهم الإسلام بفهم السلف الذي يختاره عقلك، وحتى هذا السلف الذين اخترتهم إذا وقع بينهم خلاف اخترت من بينهم رأي الذي يختاره عقلك، فعقلك هذا هو سلفك الذي تفهم به الدين. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ويقول سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لأن دين الله سبحانه وتعالى لم ولن يكون مجموعة آراء يختار منها من شاء ما شاء. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خذ هذه وافهمها بفهم السلف. هل يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر عن مالك: يكره. وقال عياض شارح صحيح مسلم: عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبي. وقال الطائفة: لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض.
وهذا القول اختاره القرطبي في المفهم وأبو المعالي من الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقال الطائفة تجوز تبعا مطلقا ولا تجوز استقلالا، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. وقال الطائفة تكره استقلالا لا تبعا، وهي رواية عن أحمد. وقال الطائفة تجوز مطلقا، وهو مقتضى صنيع البخاري، فإنه صدر بالآية وهي قوله وصل عليها. فتح الباري شرح الحديث 6359. هذه مسألة واحدة مرت على فهم السلف، قال بعضهم تجوز، وقال بعضهم تكره، وقال بعضهم لا تجوز، وقال بعضهم لا بأس بها، وقال بعضهم لا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا، وقال بعضهم تكره استقلالا لا تبعا. وهناك آراء أخرى نكتفي بما ذكرنا ونقول هذا فهم السلف، نقلناه من كتاب رجل من السلف هو ابن حجر. وكل مسائل الإسلام فهمها السلف على هذا النحو أو أسوأ، وكلمة الباطل تقول لنا افهموا الدين بفهم السلف. وعلى هذا الفهم فيجب أن تفهم أن الصلاة على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم حكمها كما فهمه السلف هو تجوز وتكره ولا تجوز ولا بأس بها ولا تجوز مطلقا استقلالا وتجوز تبعا وتكره استقلالا لا تبعا. والآن هل أصبح الدين واضحا أم تشعر كأنك في ظلمات بعضها فوق بعض؟ وهل فهم السلف يسر الإسلام أم زادنا فرقة وضياعا؟ ولا يحل لك أن تختار واحدا منهم دون الآخر، لأنك ستختار بهواك. أما إذا قلت سأبحث في دليل كل واحد منهم وما استند إليه من كتاب وسنة، فمن كان دليله صحيحا وحجته قوية أخذت بهذا الدليل، هنا أقول لك وهذا ما أراده الله منك، وأنت هنا لم تأخذ بفهم السلف ولكن ببحث الدليل الذي اعتمد عليه السلف. فأي سلف أو خلف اعتمد القرآن الكريم وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، فلزمك الأخذ بالدليل الذي ساقه إليك. أما هل يصح أن نقول صلى الله عليه وسلم لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأمر سهل، ولا يحتاج إلى فرقة يجوز ولا إلى عصابة يكره ولا إلى مذهب المطلق والاستقلال والتبع. مباشرة اخفض صوتك وادخل على مهل واطرح سؤالك على الصادق الأمين والنبي الكريم. هذا هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يبعث الله إليك أحدا غيره. استمع إلى قوله وتعلم من فعله. عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وابن حبان. وهنا أغنانا الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفانا عن فهم السلف والخلف ويجوز ولا يجوز وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه مسألة أخرى خذها واذهب بها إلى فهم السلف. ما حكم صلاة النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها؟ قال ابن حجر وقد اختلف السلف في جميع ذلك، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفي، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلى
وعنه في المسجد روايتان، وقال الشافعي في الأم، ونقله البيهقي عنه في المعرفة بعد أن روى حديث ابن عباس ما نصه: وهكذا يجب للإمام ألا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك. وأما النووي في شرح مسلم فقال: قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. قال ابن حجر: فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور. ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى. وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لا نقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. انتهى. قال ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، والله أعلم. والآن إذا سألك أحد عن حكم صلاة النافلة قبل صلاة العيدين وبعدها، وكنت تأخذ بفهم السلف، فعليك أن تقول: لا تصلي قبل العيد وصلي قبلها، ولا تصلي بعدها وصلي بعدها. والنتيجة من هذا لكي تحافظ على عقلك لا تذهب لصلاة العيد أصلا. وهذا ما أرادوه من الخلاف، ولذلك قالوا الخلاف رحمة، لأنك لو استغنيت عن عقلك ودينك وخواتيم عملك وذهبت لتصلي مع السلف صلاة العيدين، إذا قمت تصلي ركعتين قبلها سيقول لك الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة: اجلس وصل بعدها. فإذا جلست فسوف يغضب منك الحسن البصري وجماعة، ويقولون لك: قم وصل قبلها ولا تصلي بعدها. فمطلوب منك أن تكون القائم القاعد في حالة واحدة، وهذه لا يستطيع أن يفعلها إلا سحرة فرعون. فكيف إذا أدخلنا في هذا البرنامج فريق السلف من الشيعة والطرق الصوفية وجماعة أنصار السنة؟ هنا نحتاج إلى ناس يتقنون أعمال السيرك وقراءة الكف والرمل والنظر في أكواب القهوة. ومسألة ثالثة: حديث أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخرجه ابن أبي شيبة والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. ولأن الذين عبدوا العجل يعتقدون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى محللين ومحققين وناس على خبرة عالية بعلوم حساب المثلثات ومواقع النجوم، فكان عليهم عرض هذا الحديث على المترجمين من السلف لفك رموز هذه المعادلة. اقرأوا فهم السلف. قال ابن القيم: فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فاختلف الناس في ذلك على 4 أقوال. أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به، وسواء محياه وبعد. وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي. واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة ومنعه آخرون. القول الثاني أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس. القول الثالث جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. القول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته.
قال ابن القيم: والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. زاد المعاد 2 على صفحة 345. هذا هو فهم السلف الذي يدعوننا إليه. وماذا عليك أن تفعل الآن؟ طائفة منعت، وطائفة أباحت، وطائفة منعت بشرط، وطائفة أباحت بشرط، والطائفتان جاءتا إلى النور الواضح البين لطمسه وصد الناس عن سبيل الله. فإذا كنت سلفيا وسألك سائل: هل يحل التكني بأبي القاسم؟ فوجب عليك أن تقول إن فهم السلف يقول يجوز ولا يجوز، ويجوز إذا لم يكن اسمك محمدا، ولا يجوز إذا لم يكن اسمك محمدا أيضا. وتظل مع الفهم السلفي هكذا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وماذا علينا لو توكلنا على الحي الذي لا يموت، وذهبنا إلى النور الذي جاءنا مع الكتاب المبين، وقلنا في أدب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لقد اختلف السلف والخلف، وأنت فرطنا، رجاء في الله على الحوض، ما الحكم؟ استمع، وأنت أعلم أهل الأرض باللغة العربية، واستمع، وأنت الرجل الزارع في أرضه، لا تقرأ ولا تكتب، لتسمع المرأة في خدرها إلى كلمات لا تحتاج إلى مترجم، لأنها خرجت من فم طاهر كريم قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ونقول: سمعنا وأطعنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. والجريمة الكبرى في هذا، وهي من تزيين سوء العمل والعياذ برب الفلق، أن يقول هؤلاء: نفهم الدين بفهم السلف بأن نختار من كل فهم أيسره، لأنهم لو قالوا نبحث عن الدليل من الكتاب والسنة لكل فهم ونأخذ بأصح الأدلة، فهنا رجعنا إلى ديننا الذي أراده الله منا. ولكن مصيبة المصائب، وهي اتباع الهوى، تتمثل في عملية استعراض مواطن الخلاف عند السلف، ثم يختار هذا السلفي ما يراه هو سهلا وميسرا. فإذا كان لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي ولا ينقض عند أبي حنيفة، أخذ برأي أبي حنيفة. وإذا كان القيء يبطل الصيام مثلا عند أبي حنيفة ولا يبطل عند الشافعي، أخذ بمذهب الشافعي. وإذا كان نكاح المتعة تم نسخه وأصبح هو الزنا عند الحنابلة، ولكنه حلال عند ابن جريج وهو من كبار السلف، وكذلك عند طوائف الشيعة، أخذ بالأخير، لأنه سيزني بمن شاء متى شاء، والملائكة من حوله تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كما يدعي أئمة الشيعة من الزناة والمخمورين. وكذلك يظل يختار بهواه من كل سلف ما تهاون فيه هذا السلف، حتى يرى نفسه قد خرج من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. إن كتاب الله تعالى وحديث محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتيان إلينا بلغة أهل الهند القديمة ولا بلهجة قدماء أهل الصين، وما جاءت إلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشفرة، والزكاة عنه في صورة معادلات الكيمياء، والحج على هيئة ألغاز ورموز، بل نزل إلينا كتاب كريم بلغتنا نحن من تلك الحروف التي نكتب بها ونتكلم،
هي الحروف عينها ألف ولام وميم وصاد وقاف وعين إلى آخر هذه الحروف التي تخرج من فمك. قال رب العالمين: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ويقول سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويقول سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ويقول سبحانه: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. مصادر الرسالة هي القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فاجمعه وأضفه على الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه رسالة الله التي نزلت علينا من السماء، كتاب أحكمت آياته وسنة لنبي كريم لا ينطق عن الهوى. اقرأ ماذا جاء من ربك. يقول الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ويقول تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ويقول سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقول سبحانه: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذا هو الكتاب الذي فيه دينك. بين لك رب العالمين أنه كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هذا هو مصدر الرسالة الأول ومرجعها الأول. أما مصدرها الثاني والأخير فهو ما كان من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويقول سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الباب الثاني الرسول. هل هناك من يصدق أن الله قد بعث رسولا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ليخرجهم به من الظلمات إلى النور؟ قد يعتقد البعض أن هذا السؤال غريب في وسط أمة أجمعت أنها تؤمن بذلك، وأقول إنها أمة
أكثرها يقولون ذلك، ولكن الإيمان شيء والقول شيء آخر. والدليل هو هذا الواقع والخلاف الذي لا يرحم، وتفرقنا إلى مذاهب وجماعات وطرق وشيع، وبالتالي فكل مذهب وله إمام، وكل جماعة ولها أمير، وكل طريقة ولها شيخ، وكل شيعة ولها حجة، وكل حزب بما لديهم فرحون. لو آمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله إلينا جميعا لرجعنا إليه في شأننا كله. لقد أرسل الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعرف ذلك جيدا. وهذا الرسول لم يأتي لنحتفل به في الموالد أو لكي ننظم فيه قصائد الشعر، ولا بد أن تعرف اسم النبي الذي يتبعونه لكي لا تتعجب من عرض هذا السؤال. وسنذكر مجرد أمثلة لتنطلق منها لمعرفة حقيقة الأمر. إذا أنت قرأت أمر محمد صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب عندما قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. ماذا ستفعل؟ سنأخذ الحديث ونذهب به إلى أرباب الفرقة والخلاف، سيقولون لك: هذه سنة اختيارية، من فعلها أجر ومن لم يفعلها لم يأثم. وستأخذ بقولهم: وإذا أتيت مضجعك فلن تتوضأ وضوءك للصلاة، ولن تضطجع على شقك الأيمن، ولن تقول شيئا. وإذا سئلت لماذا لم تفعل فستقول: قالوا. هل عرفت الآن اسم النبي الذي تتبعه؟ اسمه قالوا. وقالوا هذا لم يصل الله عليه ولم يسلم. مثال آخر: إذا قال عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله. أخرجه مالك والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. ماذا سيفعلون بعد سماع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأخذون الحديث ويذهبون به إلى مستنقع قيل وقال. المذهب الأول يقول البدء بغسل اليدين ليس مطلوبا، فقد قال ابن حجر بين قوسين ملحوظة. ابن حجر هذا هو شارح فتح الباري، ولم يكن نبيا، ولم يدعي الرجل ذلك، ولم يأمر الله بطاعته في كثير أو قليل. قال ابن حجر: قوله بدأ فغسل يديه يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر. فتح الباري شرح الحديث 245، وعليك مراجعته، لأن ابن حجر ذكر عدة احتمالات أخرى. والمذهب الثاني يقول الوضوء قبل الغسل مندوب. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة، بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل، ويحتمل أن يكتفى بغسلها في الوضوء عن إعادته. ثم قال ابن حجر: ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود. فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. والمذهب الثالث يقول
تخليل أصول الشعر غير واجب. والرابع يقول صب الغرف الثلاث على الرأس هيئة، وضع الحديث بين قيل وقال. وإذا سألتهم رجل اغتسل من الجنابة لم يبدأ بغسل يديه ولم يتوضأ ولم يخلل أصول شعره ولم يصب على رأسه 3 غرف وأفاض الماء على جسده، سيقولون لك غسله صحيح. وإذا سألتك لقد ترك هذا الرجل 4 أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وفعل شيئا واحدا، ستقول لي قالوا. سأقول لك احفظ اسم نبيك. مثال آخر، إذا قرأت هذا الحديث عن أبي معبد مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ماذا ستفعل؟ ها هو عبد الله ابن عباس يخبرك أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، وهذا يتعارض مع فلسفة الفكر السلفي وعباقرة الأدب اليوناني، وسيأخذون الحديث ويذهبون به إلى هناك، وما أدراك ما هناك حيث يتم تفريغ الحديث من العمل به، وذلك بعد عرضه على نفس المجموعة التي تخصصت في قتل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره. اقرأ معي. قال النووي: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوب، ومن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. شرح النووي لصحيح مسلم 5 صفحة 84. هل أنت الآن تعرف نبيك وسط هذا اللغط واستحب فلان وأصحاب المذاهب المتبوعة وأنهم متفقون على مخالفة محمد الذي صلى الله عليه وسلم؟ أكمل القراءة. يقول النووي: وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما. قال النووي: فاختار أي الشافعي للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. المصدر السابق. الهدف في النهاية شيء واحد: النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه رفعوا صوتهم بالذكر، وأصحاب المذاهب المتبوعة أجمعوا على إخفاء الصوت بالذكر. والشافعي يرى أن رفع الصوت من النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتا يسيرا للتعليم، ولم يسأل أحد الشافعي من أين أتى بهذا الادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم وما هو دليله وأين إسناده، ولكن الشافعي عند هؤلاء لا يسأل عما يفعل، والعياذ برب الناس. ولو خرج مخالف للشافعي في المذهب وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع صوته بالقرآن في صلوات المغرب والعشاء والفجر وذلك للتعليم، ومن الأفضل الإصرار، هنا يطالبك الطائفون حول اللات والعزى ومناه بالدليل على هذا. قل لهم الدليل في نفس الجراب الذي أخرج لكم منه الشافعي
دليل إصرار الذكر بعد الصلاة، فسمعتم له وعصيتم محمدا صلى الله عليه وسلم. أما أنت فماذا ستفعل؟ والذي ستفعله هو الذي سيحدد لك اسم نبيك، إن كان محمدا صلى الله عليه وسلم أو كان قالوا مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. عارف كلمة ويزكيهم دي معناها ايه؟ لن يكون لك قدر إلا بانتسابك إليه. بدون شهادة النبي ليك وانتسابك إليه لا قيمة لك لو فعلت المستحيل. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهو بشارة عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهو الذي زكى الله هديه فقال ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى الله نطقه فقال وما ينطق عن الهوى. وزكى الله علمه فقال علمه شديد القوى. وزكى الله فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. وزكى الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وزكاه الله كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا هو الذي ندعو أنفسنا وندعوكم إلى اتباعه والبحث عن هديه قبل أن يأتي يوم يتبرأ منكم هؤلاء الذين خلعتم عليهم ألقاب مشايخ الإسلام وأئمة الإسلام وفقهاء المسلمين وآية الله العظمى.